يجمع ما بين الدوري والكاس. طيب يعني شايف ان فيريرا ممكن يغير طريقته ولا هيلعب بنفس الطريقه 4-2-3-1 في المباراه القادمه يا كابتن؟ هو ده اللي انا خايف منه يا كريم. يعني لو الزمالك لعب عادي ومرتضى منصور ادار المباراه الزمالك هيكسب. فيريرا ما عندوش فكره، والناس كلها بتقول ده احسن مدرب، وكان مدرب مورينيو، وكان عايز اقول لك حاجه بس عشان يعني حضرتك بتقول ان لو المستشار مرتضى هو اللي ادار المباراه او عمل التشكيل الزمالك يكسب؟ طبعا فيريرا ما عندوش فكره، صدقني. انا بقوله كجمال عبد الحميد مع كريم حسن شحاته في برنامج كوره كل يوم، فيريرا يا جمهور الزمالك ما عندوش فكره. وقف بس ده واخد الدوري مع الزمالك يا حاجه. لا استنى اسمعنا كريم. ماشي. لا حول لي ولا قوه في مباراه المقصه. لا حول لي ولا قوه في مباراه الاهلي. لا حول لي ولا قوه في مباراه السموحه، اللي هم 3 فرق اجمد فرق في الدوري، وقفوا قدامهم مش عارف يعمل حاجه. فاهمني؟ ما عرفش يغير تشكيل حتى يتعادل، ما عرفش يغير تشكيل حتى يجيب هدف، ما يعرفش يغير تكتيكه، وقف يتفرج زينا زي ما بنتفرج احنا على الملعب. فانا بقول ان فيريرا ده اللي انا خايف منه، ان هو ما ياخدش الماتش. يعني كل الناس بتقول ده مدرب عالمي. لا، مش مدرب عالمي. مدرب عالمي كسب الاسيوطي ايه يعني، كسب النصر ايه يعني، كسب دمنهور ايه يعني. الناس دي هيبقوا هبطت. وكسب بتروجيت، كسب فرق بتنافس على الهبوط، واول ما لعب المربع الذهبي بتاعه اتغلب من 3 الفرق، انبي والزمالك، انبي والاهلي والمقصه. انا عايز اقول حاجه بس يا كريم. فيريرا الماتش دوت لما كسبوش لازم مرتضى منصور يقول له شكرا، متشكرين، مع السلامه. الماتش ده انا بقول لك مش بيعرف يقود الماتشات الكبيره. مش بيعرف. هيلعب بقى 3-2 4-3-4-2-3-1، يلعب باي طريقه، خلي اللعيبه تلعب وخلي فيريرا بس. يعني كابتن جمال عبد الحميد بيطالب المستشار مرتضى منصور باختيار التشكيل وطريقه اللعب في المباراه. ايوه. لا خلي بالك، انا مش بتكلم كلام غريب يا كريم. هو قال بنفسه ان انا عملت التغيير، وانا اللي قدت المباراه، واللي كان مش عاجبه يروح، وكسب الزمالك. عشان كده بقول لك يعني لو هو استمر على كده ممكن الزمالك يكسب الماتش الجاي. لما لو فيريرا مسك الماتش مش هيعرف يقود قصاد فرقه كبيره. طيب تقدر تتوقع المباراه دي